والآن مع الكابتن هادي خشبة فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هادي بنحبك يا هادي، بنحبك يا هادي، يا هادي بنحبك يا هادي. بيقولوا إن الأمة مصدر السلطات، فلو انتوا عايزيني أقول بناء عليه بس خلاص، لو عايزيني أتكلم أكتر قولوا. اتفضل. اتكلم انا بناء عليه بس. طيب، هي كلمة بسيطة وقليلة عشان طبعا السادة الحضور. هي الترحيب فضيلة المرشد دكتور محمد بديع والأستاذ الدكتور محمد مرسي في المنصة، وكل طبعا الضيوف والأفاضل والأساتذة في المنصة. منصة يبدو أنها يعني ثقيلة، وليست ثقيلة في الوزن، وإنما هي ثقيلة عند الله عز وجل. وأيضا برحب بالحضور الكرام من أهل المحلة الكبار اللي هم فعلا واضح على وجوههم الطيبة والحب لهذا الدين ولهذا الوطن. وأقول يعني نحن طاعة لله وحرصا على هذا الوطن نؤيد الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية. الله أكبر ولله الحمد. طاعة لله لتطبيق شرع ربنا سبحانه وتعالى، وحرصا على هذا الوطن لتطبيق إن شاء الله مشروع النهضة. وبنقول يعني في هذا المشهد الجليل إن لازم نخلي بالنا من كذا نقطة. يعني أولها التواضع لله سبحانه وتعالى. يعني إحنا ما شاء الله كم كبير جدا في الاستاد، وأنا جيت لعبت في الاستاد ده قبل كده، بس عمري ما شفت الكمية من الجمهور اللي موجود ده. فبقول لازم يعني ما نتغرش بالكثرة العدد، وإنما نزداد تواضعا لله عز وجل. الأمر الآخر هي حرصنا على هذا الوطن، وأن نكون صفا واحدا، وأن نتوحد على كلمة واحدة، وأن نقول ليس المنافسة بيننا وبين المرشحين الآخرين، مع كامل الاحترام والتقدير لكل المرشحين. ولازم ان احنا يعني نتحرى دائما الصدق في التعامل مع الآخرين، ولا يبقى فيه إساءة ولا تجريح ولا إهانة للآخرين، سواء لأنصار المرشحين أو للمرشحين أنفسهم. لازم ان احنا نتبنى حسن الخلق، وأن نتبنى مكارم الأخلاق، وأن نقول أليست المنافسة الحقيقية بيننا وبينهم، إنما المنافسة الحقيقية بيننا وبين أنفسنا أن نطيع الله عز وجل، وأن نأخذ بالأسباب، وأن نلتزم بحسن الخلق حتى نمر هذه المرحلة الانتقالية على أكمل وجه. وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أيا كان من هو الرئيس القادم، طالما جاء بانتخابات حرة نزيهة بإرادة شعبية، أن يتحد الجميع خلف هذا الرئيس لنهضة هذا الوطن. ونتمنى إن شاء الله بتقدير المولى عز وجل أن يكون هذا المشهد ينظر إليه الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، ويبارك في هذا الجمع الكرام، وأن نرجع إلى بيوتنا جميعا، وندعو الله عز وجل وأن نلوذ إليه بالدعاء أن يوفق هذا الوطن ويوفق مصرنا الحبيبة إلى ما هو الأصلح في المستقبل. وندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظن الجميع، وأن يكون الدكتور محمد مرسي ليس فقط لأنه قامة علمية وتفوق علمي فقط، وليس لأنه مناضل سياسي عبر تاريخه، وليس فقط لأنه أخذ أحسن برلماني في 2000 و2005، وليس فقط أنه رئيس حزب الحرية والعدالة الحزب المحترم، ولكن نظرا لأن هذا الرجل يحمل مع المشروع النهضة، يحمل هذا المشروع وفق منظومة متكاملة.
ووفق منظومة متكاملة بقالها 84 سنة تضحي من أجل الله عز وجل ومن أجل هذا الوطن. وأيضا من أجل أنه لم يطلبها ولم يحرص عليها، ومن أجل أيضا أنه قال كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: من رأى في اعوجاجا فليقومه. فنتمنى إن شاء الله طالما الدكتور محمد مرسي يعني ألقينا إليه المسؤولية إن شاء الله في مستقبل مصر ومستقبل أولادنا وأحفادنا، إن شاء كلنا ندعو لهذا الوطن أن يكون الرئيس القادم الدكتور محمد مرسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. اخترق